يا هلا، لو انت حابب تحط في الموقع بتاعك صورة حية تفاعلية، لما اليوزر يخش على الموقع بتاعك ويضغط على الصورة تنفتح له مثلا لينك معين، صفحة معينة انت حاططها شبه صفحة الفيسبوك. هنيجي نعملها ازاي؟ هنيجي نعمل هنيجي نكتب حاجة اسمها تاج الايه، ونيجي نكتب فيها يوتيوب. لو احنا جينا شفنا الكلام ده معمول ازاي في الموقع بتاعنا، هنلاقي هنا كلمة يوتيوب ظاهرة بس كلمة مش تفاعلية خالص. فاحنا عشان نخليها تفاعلية نيجي نعمل ايه؟ هنيجي نكتب هنا في ريح الاوبن تاج اتشرف، ونحط هنا موقع لينك اليوتيوب او لينك الفيسبوك اللي انت حابب تعمل ايه بقى. هجيب هنا اللينك بتاع اليوتيوب او لينك الصفحة بتاعتي، ونيجي نحطها في الاوبن تاج في ريح الاتشرف. لما نيجي نشوف الكلام ده معمولة في الموقع بتاعنا، هنلاقي هنا كلمة يوتيوب بقت باللون الأزرق، يعني بقت كلمة حية تعرف تفتح لنا اليوتيوب بتاعنا. لما نيجي نشوف الكلام ده اشتغلت معانا اهوت، دخلتنا على الصفحة بتاعتنا، بس هي فيها مشكلة دلوقتي انها بتقفل الصفحة بتاعت الموقع بتاعنا. فعلشان نحل المشكلة ديت هنيجي نزود حاجة اسمها ايه، تارجت بلانك، علشان الموقع بتاعنا تزيد فيه عدد الساعات بتاعت الفتح بتاعته. فاحنا هنعمل هنا تارجت بلانك. لما نيجي نشوف الموضوع ده، نعمل كنترول ار يوتيوب، هنلاقي هنا الموقع بتاعنا مفتوح وبيحمل عادي اليوتيوب بتاعنا. دلوقتي احنا بقى عندنا كلمة اسمها يوتيوب، بقت كلمة تفاعلية بتفتح لنا حاجة معينة. طب احنا عايزين بقى نحط الصورة بتاعتنا او اي صورة. هنيجي نعمل بسم الله، تاج ايمج، ونعمل لنا السورس بتاعنا. السورس بتاعنا دي بقى بنحط فيه الصورة بتاعتنا اللي احنا عايزينها. طب احنا نجيب الصورة بتاعتنا دي من فين؟ اي صورة انت حابب تجيبها مثلا من المتصفح عادي. هنيجي هنا نبحث عن يوتيوب، مثلا نخش على بتاعة الصور، مثلا الصورة دي احنا عايزينها، هنعمل لها حفظ الصورة باسم، بعدها نحطها في المشروع بتاعنا فيرست اب ايمج سيف. تمام كده احنا حطيناها جوه في المشروع بتاعنا. هنخش هنا بقى هنعمل ايمج، ونعمل الصورة اللي احنا لسه منزلينها. احنا جينا شفنا الكلام ده ماشي ازاي هناك، كنترول ار. دلوقتي احنا بقى عندنا صورة والكلمة بتاعت اليوتيوب. طب احنا عايزين بقى نخلي الصورة ديت حية. هنعمل ايه؟ بكل بساطة هنيجي نشيل الكلمة بتاعت اللي احنا حطيناها في السكوب اللي هي يوتيوب، وناخد الكلام ده كله كده كوبي، ونحطه في السكوب بتاع الاي تاج. لو احنا جينا شفنا الكلام ده كله في الموقع بتاعنا كنترول ار، دلوقتي احنا بقى عندنا كلمة يوتيوب بقت عبارة عن صورة، لما نيجي نضغط عليها تبقى صورة حية. دلوقتي فتحت لنا الموقع بتاع اليوتيوب بتاعنا. دلوقتي ممكن تحط لينك الفيسبوك، لينك تويتر، لينك اي حاجة انت حاببها، انت عايز تحط ايه.